السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم مكرونه محمره بالقوطه، جميله جدا 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 وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ما تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت. طبعا يا جماعه انا بخليها كلها محمره، يعني بخليها كلها زي بعض، ما بخليش واحده مثلا محمره والتانيه محروقه والتانيه لسه بيضه، لا بخليها كلها زي بعضها. بصوا لازم تكون ايديك فيها على طول. ده كيلو مكرونه. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. تقعدي تقلبي فيها، تقلبي فيها كده عشان ما تتحرقش منك. ممكن توطي عليها بالبوتاجاز عشان ما تعملش عنك. عشان تاني يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى سهيله قالت يا ماما انا عايزه اكل مكرونه اتعشى بيها. قلت لها يا بنتي يا سهيله المكرونه دي بتسخن بلاش. قالت لا يا ماما والله حلوه. يلا اما عشان ما اكلش ايه اي حاجه ثانيه. حلو المكرونه. قلت لها خلاص طالما انت هتاكل. قالت لي خلاص اعملي على قد. قلت لها لا انا مش هينفع اعمل لك على قدك، طالما عملت واحده اعمل لك انت وخدت بالمره. فجابت لي كيلو مكرونه. بصراحه الاكياس في مكرونه سايبه بتبقى برده فيها بركه كده وحلوه برده زي المكيفه بالظبط. نوعيه المكرونه دي حلوه اهي. اللهم صل على النبي. ده كيلو وحلوه برده مش متكسره. في نوعيه مكرونه اول ما بتحطيها في الحله كده تلاقيها اتكسرت ومبقتش حلو لكن وتتحرق كده وتتفتول، لكن النوعيه دي حلوه ونظيفه اهي. اهم حاجه بس ما تنسوناش في تعليق حلو منكم والاشتراك عشان يوصلكم مننا كل جديد اهو. وجايبه صلصه برطمان صلصه كنت مخزنه صلصه اهو. الصلصه اهو. ولازم ايدك فيها على طول عشان ما تبقاش واحده محروقه وواحده حمراء وواحده بيضه. لازم ايدك على طول تقلبي فيها باستمرار كده اهو. اهو كده. احلى حاجه المكرونه تبقى في البيت يا جماعه متوفره. يعني مثلا ايه ولادك يجوعوا في الليل، يعني مثلا تجيبي 2 كيلو 3 كيلو تركنيهم في البيت. الاول كانت الناس بتجيب بالشكاره، دلوقتي الناس بتجيب بالحاجه القليله بالكيلو بال2 كيلو علشان الجو بقى غلا اليومين دول. وتلاقيها مثلا جوعتي في الليل او اي حد من ولادك بتبقى اكله سريعه. حتى لو انت ما عندكيش شوربه ممكن او طماطم كمان ما عندكيش صلصه ممكن تعمليها بمرقه عادي هياكلوها برضه عشان هم جعانين بتسيب جوعهم. امال هتعملي ايه؟ ما لازم تعملي كده اهي زي ما انتم شايفين كده. واحده كلها بتسوي بعضيها. وعلى فكره حاجه تاني برضو اللي بيخلي المكرونه واحده حمراء وواحده بيضه انك انت قله التقليب وقله الزيت. لما تكوني حاطه زيت قليل، لكن لما تبقى مظبطه السمنه او الزيت في قعر الحله هتعرفي الاكل بتاعك يطلع مظبوط اهو زي ما انتم شايفين كده. عندي سهيله دي بتموت في حاجه اسمها مكرونه، شويه مكرونه بس مش تخينه رفيعه.
تفضل تقول لي بصوا هي بتحب المكرونه وتيجي تاكل منها ما تاكلش كتير، يعني تاكل منها بس ما تاكلش كتير يعني كده. انا احب المكرونه قوي، انا احب النشويات بس الرز مش قوي، المكرونه جميله اهو زي ما انتم شايفين كده. وتبقي مهديه النار عليها، مش مشعوطه النار وتخليها عاليه قوي، تخليها برضو دي من ضمن برضو ايه اللي بتخلي المكرونه تتحرق منك. كده اهم حاجه اللايك كده وانتوا بتسمعوني، اللايك بيرفع من الفيديو يا جماعه، وتعليق حلو والله ما هتخسروا حاجه خالص. يلا بقى تنتهي على اكل الجميله. دعمونا بس باللايك زي ما انتم شايفين كده. على فكره اللي بيحب المكرونه اكيد طبعا مفيش حد ما بيحبهاش، هو اللي هيدعمنا بشويه لايكات حلوين، فانا عارفه اللي بيحب المكرونه على فكره، علشان اول ما بعملها شورتوز بينزل عليها ايه بقى كميه مشاهدات جامده. اهو هحطكم النار شويه، خليكم معايا بس انا عارفاكم والله العظيم بتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس انا عشان انشط القناه بتاعتي وانزل عليها فيديوهات، فهمتوا قصدي؟ يعني انا والله عارفاكم انكم انتوا كلكم ناس محترمه جدا وشاطرين، انا والله العظيم انا بتعلم منكم، انا عن نفسي انا بخش على الفيديوهات وبسمع وبتفرج، خدوا بالكم، بس انا عشان خاطر ايه اعمل فيديوهات علشان اعرف ان انا ايه يجيلي مصدر رزق، لان لازم انشط القناه بتاعتي واشغلها، فاهمين؟ فلازم انزل اي فيديو انا اعمله، مش شرط ان انا مثلا بعلمكم ان كنتوا بتعملوها ازاي، لا علشان انشط القناه يا جماعه. ثواني كده زي ما انتم شايفين، يعني كلها تحس ان هي يعني كده هي صفرة لسه، بس احنا نخليها تتحمر علشان لما تيجي تشرب في الصلصه وتشرب الشوربه. عندك شوربه حطي، شوربه فراخ، شوربه لحمه حطي، ما عندكيش شوربه ممكن بمرقه، المرقه الفوريه دي جميله جدا هوريها لكم دلوقتي، جميله بتخلي طعم المكرونه لذيذه جدا مع البتاع ده. قولي معايا مع الصلصه، ما عندكيش صلصه حطي مرقه بس برضو عادي، ممكن تسيبوها ثواني كده وتقلبي عادي اهو. ودي خدوا بالكم سايبه اللهم صل على النبي، شايفه ولا واحده متكسره، يعني من الاسف عشان في ناس بس بتقول ايه لا المكرونه السايبه مش بتبقى حلوه، لا والله المكرونه السايبه برضه بتبقى جميله. ارجع لكم تاني بعد ما عملت طبق المكرونه الجميل. جيت لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت. باي.